تمام 10 مساء بتوقيت أسمر. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. وإلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية، يصحبكم في جولتها نور الدين خليفة، وأستهلها لكم بأبرز ما ورد فيها من أنباء. إدارة إقليم عنسبة تقيم أنشطتها السنوية. مكتب الجبهة في عنسبة والجنوبي يقيم أنشطته السنوية. سكان منطقة موشا في حمل مالو يسيرون أنشطة نفيرية فعالة. تسونامي يؤدي بحياة 222 شخصا. تركيا ترسل تعزيزات للحدود السورية. وماكرون يزور الجنود الفرنسيين في قوة برخان في تشاد. وفي نشرة أنباء أخرى متفرقة إلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. في برنامج تقييمي لعام 2018 وقفت إدارة إقليم عنسبة في 19 والعشرين من ديسمبر الجاري على البرامج الموضوعة قيد التنفيذ وتطور هذه البرامج على أرض الواقع ووضع الحلول المناسبة لتجاوز كل التحديات. وأشار التقرير إلى زراعة أكثر من 54 ألف هكتار بمختلف أنواع الحبوب، مما يشير إلى زيادة النسبة بأكثر من 8% مقارنة بالعام الماضي، فيما ازدادت نسبة الأراضي الزراعية الواسعة والنامية بالخضروات البالغ مساحتها 1062 هكتارا ب21%. وأشار الاجتماع إلى تنفيذ برامج واسعة فيما يتعلق بالحفاظ على الثروة المائية وتنميتها، وتم بناء سد وحفائر في مديريات هبر وعلب رعد وحقات بأكثر من 6 ملايين نقفة، وغرس أكثر من 954 شتلة في مديريات عد كليزان وعلا برعد وحلحل. وأفاد التقرير عن إنشاء 4 أنظمة مياه وحفر 5 آبار بتكلفة بلغت أكثر من 14 مليون نقفة لضمان متطلبات مياه الشرب وصيانة مشروعي مياه كان خارج إطار العمل، حيث يمنح اهتمام أكبر في العام 2019. كما نفذت مشاريع أخرى بكلفة بلغت حوالي 38 مليون نقفة، مثل مشاريع التعليم وخدمات المياه وإعداد الدراسات المسحية في الأرياف والبلدات. كما قدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة أهمها العمل للتعرف على معوقات جمع الضرائب وحلها، ومنح اهتمام عاجل لخدمات مياه الشرب في منطقة إنروكوبات، وإنشاء جهة تقوم بدراسة الثقافة والتراث وإجراء متابعة مستمرة للأسواق وصيانة طريق كرن إدربا، والدفع بتجميع القرى المتناثرة والحفاظ على الغابات والحياة البرية وغيرها من الآراء والتوصيات. وفي الختام ألقى حاكم الإقليم السيد علي محمود كلمة حث فيها الجميع بتحمل المسؤولية في المرحلة الراهنة والنهوض بكل البرامج الموضوعة للخروج بنتائج جيدة في فترة وجيزة. عقدت مكاتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة والجنوبي اجتماعات في 21 من ديسمبر الجاري لتقييم التطور السياسي والتنظيمي والإداري وغيره من المجالات المرتبطة به، إضافة إلى التجارب المكتسبة من البرامج المنفذة ونتائجها. وألقى حاكما الإقليمان كلمات أوضح فيها عن تطور عمل وجهود المواطنين، وأن الجبهة كانت تسعى لجاهدة لتنشئة هذه القيم وغيرها، داعين منح المهام الجارية لتوسيع وتقوية فروع الجبهة اهتماما كبيرا. كما أشار سكرتيرا الجبهة في الإقليمين إلى عدم توفر تنظيم كفؤ وواع لا يوجد مجتمعا متحضرا ومتطورا يدافع من أجل ضمان المصالح المشتركة، موضحين بأن تقوية سبل التنظيم والتأطير تتطلبه المرحلة الآنية. قدم المشاركون من جهتهم آراء وتوصيات من ضمنها تقوية البرامج السياسية والتعليم والقيام بصيانة لازمة لخدمات المواصلات وغيرها من الآراء والتوصيات. شهدت نسبة المساهمة في حقل التعليم بمديرية عصب مقارنة بالعام الماضي ارتفاعا واضحا بلغ نسبة 20%. وأوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ تسفى محرت عند برهان عن وجود 14 مؤسسة تعليمية في المديرية بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وأن نسبة 42% هن من الطالبات. وأشار الأستاذ تسفى محرت إلى إنشاء الخدمات المساعدة للنظام التعليمي بجدية في المديرية، مثل خدمات المكتبات والمعلومات التكنولوجية، مما تسهم بفعالية في إنجاح العملية التعليمية،
كما تتوفر قدرات عالية الكفاءة من حيث المعلمين في المديرية ما عدا قلة المعلمين في بعض المواد في المدارس الثانوية. في غضون ذلك أشار الأستاذ بلاي نور حسين مسؤول تعليم الكبار في مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي بأن الدراسة التي أجريت في مديريتي دبروة وميعيني أثبتت عن وجود 3264 ألف مواطن لم يمحوا أميتهم، لذلك سيتواصل البرنامج بصورة منظمة وجيدة. وكان ذلك في الاجتماع الذي نظم في 17 و19 من ديسمبر الجاري في المديريتين. كما علم بأن 2177 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 6 أعوام إلى 14 عاما قد قاطعوا التعليم. وأوضح مدير المديريتين عن تقديم تعليم الكبار في المديريتين في نقاط تدريس قليلة، ومع بداية العام 2019 سوف يباشر تعليم الكبار في 120 نقطة، لذلك ينبغي على مدراء الضواحي والمدارس تعزيز دورهم لإنجاح البرنامج. يجري سكان منطقة موشا بمديرية حمل مالوب بإقليم عنسبة أنشطة نفيرية واسعة لبناء وصيانة الحفائر لإثراء وتنمية المياه الجوفية بحفظ المياه وحماية التربة. وأوضح السكان بأن الهدف من النفير هو من أجل مكافحة أراضيهم من التصحر، وكذلك مكافحة السد الذي شيد قبل 8 أعوام ويعد مصدر مياه شرب صالحة لهم ولماشيتهم من الامتلاء بالطمي. وناشد السكان لتسريع سبل يحصلون من خلالها على دعم أجهزة الصيد وتنظيم دورات تأهيلية تساعدهم للاستفادة الجيدة من الأسماك النامية في السد. وأشارت المشرفة على الأنشطة النفيرية المهندسة يوردانوس دخلة إلى أن السكان قاموا ببناء مدرجات مائية بأعلى سد موشا من أجل مكافحة السد من الطمي فضلا عن صيانة الحفائر. وأفادت مراسلة إيرينا بأن سد موشا الذي يخزن في الوقت الحالي مياه كافية ينمو أسفله أكثر من 4 هكتارات بالخضار والفاكهة. قام مكتب العمل والضمان الاجتماعي في مديرية ميعيني بتأهيل المعاقين والأسر المحتاجة بالماشية. وأشار مسؤول المكتب السيد يمانة أمينة إلى الدعم المقدم لمساعدة تلك الأسر من أجل بداية مشوارها بالاعتماد على الذات، وتم صرف 10,000 نقفة لكل أسرة، وتشتمل المساعدات عامة على 128 من الأغنام والماعز و8 من الأبقار. وفي الرسالة التي أوضحها السيد يمانة في مراسم التوزيع ذكر بأن رعاية المعاقين والأسر المحتاجة هي مسألة لا تترك للحكومة فقط، مناشدا كافة الجهات المجتمعية المساهمة بكل ما في وسعها. بدورهم أكد الأفراد الذين قدم لهم الدعم على جاهزيتهم لتحسين حياتهم المعيشية من الدعم المقدم لهم. مشاهدينا الكرام، كانت تلك أخبارنا الداخلية، فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية، رجاء ابقوا معنا. أهلا بكم. قال مسؤولون ووسائل إعلام في إندونيسيا يوم الأحد إن أمواج مد عاتية للتسونامي قتلت ما لا يقل عن 222 شخصا وأصابت المئات على جزيرة جاوا وسومطرة في أعقاب انهيار أرضي تحت سطح البحر نتيجة ثوران بركان أنا كاراكاتوا. وقال سوتو بورو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن مئات المنازل والمباني تعرضت لأضرار شديدة بسبب أمواج المد العاتية التي وقعت في وقت متأخر يوم أمس السبت عند مضيق سوندا، واضطر آلاف السكان إلى الانتقال إلى أراضٍ مرتفعة، ولم ترد تقديرات عن عدد المفقودين. وسجلت صور عرضها التلفزيون لحظات اجتياح التسونامي للشاطئ ومناطق سكنية في مدينة باندغلانغ على جزيرة جاوا، حيث جرف في طريقه الضحايا والحطام وقطع خشبية ومعدنية كبيرة. ودعت السلطات السكان والسياح في المناطق الساحلية حول مضيق سوندا للبقاء بعيدا عن الشواطئ، وأبقت على التحذير من ارتفاع المد حتى يوم 25 من ديسمبر كانون الأول. قال رحمات تريونو وهو مسؤول بوكالة الأرصاد الجوية والمناخ وفيزياء الأرض إلى من انتقلوا إلى أماكن أخرى رجاء لا تعودوا. وأشار يوسف كالا نائب الرئيس جوكو ويدودو الذي يخوض الانتخابات في إبريل نيسان للفوز بولايات أخرى إلى أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح. ذكرت وكالة ديمير أورينا تركيا للأنباء يوم الأحد أن أنقرة سترسل تعزيزات إلى حدودها مع سوريا
مشيرة إلى أن نحو 100 مركبة بينها شاحنات بيك أب مزودة بمدافع رشاشة وأسلحة تشق طريقها إلى المنطقة. وتأتي التحركات العسكرية بعد 4 أيام من تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان قال فيها إن بلاده ستؤجل عملية عسكرية مزمعة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا بعد أن قررت الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا. وقالت الوكالة إن الرتل التركي المتجه نحو بلدة كلس الحدودية في إقليم خطاي في جنوب تركيا يشمل دبابات ومدافع هاوتزر وأسلحة رشاشة وحافلات تقل أفرادا من القوات الخاصة. وأضافت أن جزءا من العتاد العسكري والجنود سينتشرون في نقاط على الحدود فيما عبر البعض إلى داخل سوريا عبر منطقة البيلي. وتقع البيلي على بعد 45 كيلومترا من مدينة منبج في شمال سوريا والتي كانت سببا للتوتر بين أنقرة وواشنطن. وتواصلت تركيا والولايات المتحدة في يونيو حزيران لاتفاق يقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب من المنطقة، لكن تركيا شكت من تأخر التنفيذ. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت بمناسبة عيد الميلاد الجنود الفرنسيين العاملين في قوة برخان الفرنسية في تشاد، حيث التقى أيضا الرئيس إدريس ديبي. وقد التقى الرئيس التشادي إدريس ديبي قبل أن يهنئ الجنود البالغ عددهم 1600 بعيد الميلاد ويتناول معهم العشاء في ثاني زيارة له من هذا النوع منذ تلك التي قام بها إلى النيجر قبل عام. وتحدث الرئيس الفرنسي أيضا إلى قادة الوحدات البريطانية والأستونية والألمانية والإسبانية المشاركة في العملية. وفي إنجمينا يتولى مركز الجيوش قيادة كل العمليات الجوية والبرية لقوة برخان في منطقة الساحل بلا توقف. وقال الليفتنان كولونيل لوي ألان رئيس مركز القيادة إن 600 عملية تجري كل شهر بعضها كبير. من جهته قال ماكرون للجنود في كل مكان نحارب فيه الإرهاب، نحمي مواطنينا لأن هذا الإرهاب هو الذي ضرب ستراسبورغ قبل أيام. وبعدما أشاد بشجاعة الجنود قال الرئيس الفرنسي: هنا أجد عمليا واقع القرارات التي ينبغي علي اتخاذها في فرنسا. وبرحلته إلى تشاد يكون الرئيس الفرنسي قد زار كل الدول الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس. في قلب حفرة ضخمة في الأرض خلفها منجم سابق تفتتح الصين فندقا فاخرا على أطراف مدينة شنغهاي يمنح ضيوفه الأثرياء فرصة لنوم عميق لكنه مكلف. وبني فندق انتركونتيننتال شنغهاي وندرلاند ذو 18 طابقا داخل حفرة ويقع 16 طابقا تحت مستوى سطح الأرض، وتطل جميعها على ما تبقى من المحجر السابق فيما يقبع طابقان تحت الماء. وبدأ المشروع في عام 2006 فيما استهلت أعمال البناء في عام 2013 وبلغت تكلفة الفندق 288 مليون دولار. ويتراوح سعر الإقامة في غرفة بإنتركونتيننتال شنغهاي وندرلاند القريب من مطار شنغهاي هونغ كياغو الدولي بين 530 إلى 860 دولارا. ووصف ممثل اليونسكو الفندق المكون من 336 غرفة بأنه نموذج للتنمية المستدام، وقال في مؤتمر صحفي إن الفندق نموذجي مستوحى من رؤية لمستقبل أفضل يتطلع إلى ماضيه للحصول على إجابات. كما أوضح نائب رئيس مجموعة شركات شيماو للتطوير العقاري في هونغ كونغ التي طورت الفندق كان من الممكن التخلي عن هذا المحجر ولكن بدلا عن ذلك حول إلى كنز. بهذا مشاهدينا الكرام وصلت بكم إلى ختام نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. تحية لكم، إلى اللقاء.